يا ترى ايه هي علامات الحب عند رجل برج الجدي؟ زيه زي كل الابراج الترابيه، ودي صفه بيشترك معاه فيها بنات برج الجدي، انه دايما هيقف جنبك وهيدعمك في شغلك وفي حياتك وبجديه شديده. ودي علامه مهمه جدا وكبيره جدا على حب برج الجدي عموما، سواء راجل او ست، انه يقف جنبك. راجل برج الجدي راجل عاطفي جدا، لكن ما اقدرش اقول عليه انه رومانسي. هيحاول يظهر لك الجانب العاطفي ده او جانب الحب ده، رغم ان هو بيحاول دايما يخبي حتة العاطفية دي عنده. لكن لو اظهرها ليكي يبقى بيحبك، ما بيعملهاش او ما بيظهرهاش غير لحبيبته فقط. راجل الجدي معروف ان هو متجوز شغله، فلو فضلك مساحة وقعد معاك وخصص لك وقت رغم انشغاله، اعرفي ان هو بدأ يحبك فعلا. هيعرفك على احلامه وطموحاته وتوجهاته وهو بيفكر في ايه في المستقبل. توجهاته في المستقبل ورؤيته للمستقبل دي ما بيقولهاش خالص وما بيشاركهاش مع حد غير مع البنت اللي بيحبها. لو عمل كده يبقى بدأ يحبك فعلا. شوفي، هو نظرته للست بتبقى درجة تانية، يعني عمره ما بيحط الست في مكانة الراجل إطلاقا، هو شايفها دايما درجة تحت الرجل. عشان كده ما بيديهاش زمام الأمور، ما بيخليهاش تقود. طيب لو اداكي مفتاح لجزء من القيادة، هو طبعا مش هيديك القيادة كلها، يعني هيديكي حاجة كده، يعني مفتاح كده، حاجة صغيرة. لو اداكي زمام القيادة أو جزء صغير من زمام القيادة دي، بتبقى علامة كبيرة جدا على الحب. ما بيعملش الحاجة دي غير مع حبيبته بس. بما ان هو تقليدي وعاطفي، فهتلاحظي حاجة غريبة جدا في بداية العلاقة، ان هو بيتكسف منك، بيخجل منك. عادة طبعا الصفة دي مش موجودة في بقية الرجال الأخرى في الأبراج الأخرى، لكن دي علامة مميزة جدا مع راجل برج الجدي أو في راجل برج الجدي. حاولي تلاحظيها في بداية العلاقة، لو ظهرت يبقى دي علامة كبيرة جدا على حبه ليكي. مش هيخبي عليكي أي حاجة إطلاقا، هيبقى زي الكتاب المفتوح، كل أسراره هتبقى عندك. لو عمل كده يبقى كده خلاص بقى مش بيحبك وبس، ده كده بقى بيموت فيكي، كده انت امتلكتيه.